بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أسعد الله مساكم بالخيرات، وكل عام وانتم بخير. رمضان كريم. اليوم عندي وصفتين حجازية، عندي كنافة بالموز وكنافة بالجبنة البلدي. هنا عندي نص كيلو كنافة ناعمة، وجبنة موزاريلا، طبعا هذا أنا إضافة من عندي، وجبنة بلدي فارمتها بمحضرة الطعام، وكوبين سمن سايح. وطبعا عندي هنا نص كيلو موز، ويمكن احتاج اكثر او اقل، وطبعا شيرة، وعندي سكر بودر. نقول بسم الله ونبدأ نوخر الحاجات عشان نقدر نشتغل. طبعا عندي هنا لازم لي اجيب صينية او تبسي كبير عشان افرك الكنافة. طبعا الكنافة ابغاها ناعمة، طبعا يحسبوا بعضهم انها بتنطحن. لا، الكنافة اذا انا ابغاها ناعمة بحطها في الفريزر، وقبل ما استخدمها بنديرها، وحتشوفوا كيف دحين معايا كيف حتصير ان شاء الله لما افركها تصير ناعمة كيف. طبعا احط لها سمن، طبعا ممكن تستخدموا زبدة، بس انا حابة السمن. طبعا الكنافات مرة ما ينفع اننا نستخدم اي زيت، ما بينفع معاها ابدا. وطبعا لازم سكر بودر، احتاج زي 7-8 ملاعق. طبعا السكر بودر بيديها حلاوة طبعا، وبيساعدني انها الكنافة تتحمر في الفرن بسرعة. طبعا نفركها مظبوط. طبعا لازم اتاكد اني فركتها مظبوط بالسكر والسمن، لازم تتفرك مظبوط. الكنافه عندي زي ما انتم شايفين ما شاء الله كلها فركتها خلاص مظبوط بالسمن والسكر. دحين اقطع الموز واجهزه، اعمله سلايس كده شرايح، ونجهز الصواني. اقشر الموز واجهزه علشان اقطعه زي ما قلت سلايس. طبعا ما شاء الله رمضان ابو الخيرات، والحلويات تظهر في رمضان واكثر ما شاء الله، وتصير ابداعات. اللهم صل على النبي، بركة خير رمضان سبحان الله. طبعا الموز عندي حقطعه بالطريقة هذه سلايس، كل الكمية حقطعها كده عشان اقدر ارصها. انا عندي صينيتين، واحدة يعني شوية متوسطة والثانية اصغر منها. هستخدم الكبيرة شوية للموز، والثانية هستخدمها لكنافة الجبنة. طبعا الموز بيحطوا له عاداتنا يعني الأصلية بينحط معاه هيل مطحون. أنا بستغني عن الهيل، ما أحط طعم الهيل في كنافة الموز. اللي يحب يحط. وكمان بيحطوها في الجبنة. نجهز الموز. طبعا زي ما قلت أنا عندي صينية كبيرة شوية، هذه هستخدمها لكنافة الموز، والثانية أصغر هستخدمها للجبنة. أول شيء هستخدم طبعا بتاعت الموز. طبعا انا الكميه حقت الكنافه هقسمها جزئين بالطريقه دي، هاخدها نصها للجبنه ونصها لكنافه الموز. طبعا عندي الصينيه انا نسيت ادهنها، لازم تندهن بالزيت او السمن، ولازم تندهن مظبوط ومن الأطراف. هاخد نص كمية الكنافة وحفردها بالتساوي في الصينية.
لازم افردها مظبوط ما يكون في اي فراغات، وكمان هنضغط عليها. طبعا زي ما انتم شايفين هذه الطبقة الأولى ولازم أضغط عليها. طيب حاجة أرص الموز طبعا، وما أخلي الموز يوصل للأطراف، أخليه شوية بعيد عن الطرف عن الحافة، ويترص بالطريقة هذه. طبعا الكنافة الواحد ما يقدر ألبس جوانتي ولا ألبس جرافز، لازم أستخدم يدي، ولازم أرص كل الموز. بس الموز عندي زي ما انتم شايفين، هحط عليه الطبقة الثانية حقت الكنافة كمان بالطريقة دي. طبعا انا مشغل الفرن، لازم يكون حار قبل ما اعجن، قبل قصدي ما اخبز اي حاجة، لازم اشغل الفرن يكون عندي حار. فحطيته على 350. طبعا هدخلها في الفرن لغاية ما تحمر من تحت، اشغل الفرن من فوق واحمرها. برضو هغطيها مظبوط وهضغط عليها زي الطبقة الأولانية عشان تتماسك. طبعا زي ما قلت، في اللي يحب يحط مع الموز الهيل، هذه الوصفة الأصلية. أنا ما أحب نكهة الهيل بصراحة مع كنافة الموز ولا كنافة الجبنة. الصينية خلاص خلصت، وطبعا ضغطت عليها هذه الأولى. هسوي صينية الكنافة الثانية بالجبنة، وهدخلهم الاثنين مع بعضهم في الفرن عشان يكون نفس التوقيت ونفس كل حاجة إن شاء الله. خلاص جاهزة عندي. وهذه الصينية الثانية نفس الطريقة، حفردها مع الضغط عليها طبعا، وهحشيها بالجبنة. زي ما انتم شايفين بضغط عليها مظبوط. هحط الجبنة البلدي، طبعا زي ما قلت بيحطوا لها هيل، والجبنة الموزاريلا بصراحة هذه إضافة مني عشان تديني كده نفس الكنافات اللي بنجيبها من المحلات كده، تحصلوا الجبنة فيها شوية مطاطية. فأنا حبيت أزيد هذه المرة على الوصفة جبنة موزاريلا. وطبعا برضو ما أوصل للأطراف، أحاول دايما وأغطيها كلها. هرش عليها شوية موزاريلا زي ما قلت، أحطها على جميع الجبنة اللي حطيتها قبل شوية البلدي، أغطيها. وهحط عليها الجزء الثاني، الطبقة الثانية من الكنافة، وأقفل عليها وأغطيها مظبوط. طبعا أضغط لازم شوية الجبنتين بالطريقة هذه. بسم الله. أحط الطبقة الثانية أفردها عليها، لازم أغطيها كلها، ما أخلي أي شيء باين. زي ما انتم شايفين خلاص الصينية الثانية جهزت. هدخلهم الفرن لمدة نص ساعة أو 35 دقيقة لغاية ما يحمروا، ونشوف كيف تصير. الكنافة عندي ما شاء الله زي ما انتم شايفين خلصت وتحمرت الاثنين. طبعا لازم احط لها الشير على طول، ما احط شيره كثيره، شويه، لانه هي اصلا الكنافه حاطين لها سكر، واللي يبغى بعد كده يزيد شيره يزيد. واحط لي الثانيه، حسيبهم 5 دقائق بالضبط، واحطهم في الصحين، اقلبها واحطها في صحن التقديم. هذا طبعا اذا ابغى اقولها، ولا يبغاها في الصينيه يسيبها. اسيبها 5 دقائق واديرها في صحن التقديم. هذه
هذه الكنافة ما شاء الله تبارك الله عندي جاهزة وجاهزة للتقديم. هقطعها دحين اوريكم كيف. يا رب تكون ان شاء الله طريقتي عجبتكم، حقت الكنافة الحجازية اللي بالموز وبالجبنة البلدي. ان عجبتكم طريقتي، طبعا انا هنا اتكسرت علي وصلة وانا بأديرها، الواحد يبغى له ينتبه. اذا عجبتكم طريقتي حطوا لي لايك، وكل عام وانتم بخير وبالعافية والصحة.